that until he brings me back my wife, my life no longer belongs to him. لو محتار تتفرج على ايه الفترة دي، النهارده انا جايب لك اقوى 12 فيلم متاحين دلوقتي على كل المواقع وبجودة عالية، وكمان الافلام كلها متنوعة، اكشن ودراما ومغامرات، حتى الافلام اللي مقتبسة من العاب. انا مصطفى روبي ودي قناة رشح لي فيلم، ويلا بينا نبدأ. رقم 12 How to Make a Killing، فيلم كوميدي سوداوي مشوق من إخراج وكتابة جون باتون فورد. القصة بتحكي عن بيكيت، واحد اتحرم من ورثه فبيخطط يقتل قرايبه الأغنياء عشان يرجع فلوس العيلة، وخلال ده بتحصل مواقف سوداوية بشكل كوميدي وهو بيخلص من الورثة واحد ورا التاني، وفي نفس الوقت بيحاول يوازن بين علاقته بحبيبته اللي مش فارق معاها الفلوس وبين حب قديم كل همه الفلوس. الفيلم مستوحي بشكل بسيط من فيلم قديم، وبيجمع بين الكوميديا السوداء والنية الإجرامية، وبيكشف قد إيه السعي ورا الفلوس ممكن يدمر الإنسان من جواه. 7 rich pricks between myself and $28 billion. Until then, I'm sure you'll make a killing. رقم 11 ويسل، فيلم رعب من إخراج كورين هاردي. القصة عن مجموعة طلبة في ثانوي مختلفين شوية عن بعض، بيلاقوا صفارة أزتك قديمة، وأول ما حد ينفخ فيها بيستدعي موته بنفسه، وبيلاقوا نفسهم قدام سباق مع الزمن عشان يفهموا تاريخ الصفارة ويوقفوا اللعنة قبل ما كلهم يموتوا. الفيلم بيقدم فكرة الشيء الملعون بشكل عصري، وصوت الصفارة نفسه بيبقى علامة إن نهايتك قربت، وبيجبرهم يواجهوا خوفهم وأخطائهم القديمة. If you hear the whistle scream, dying is not a choice. رقم 10 دراكولا، فيلم فانتزي رومانسي مظلم من إخراج لوك بيسون، ومتاخد من رواية دراكولا الشهيرة. القصة عن الأمير فلاد في القرن ال15 اللي بعد موت مراته بيتمرد على الآلهة، وبيبقى مصاص الدماء الخالد دراكولا، وبيفضل عايش لقرون بيدور على روح حبيبته عشان ترجع تتجسد تاني، وبيستخدم حيل وقدراته عشان يجذب الستات لحد ما بيلاقيها فعلا في باريس الحديثة. لكن في نفس الوقت في كاهن بيطارده وبيشوفوا قوة شر بتفسد العالم. الفيلم بيقدم دراكولا بشكل إنساني أكتر، كشخص حزين مدفوع بحب أبدي، وبيطرح أفكار كتير زي الحب الأبدي والحزن والتناسخ والصراع بين الإنسان والوحش. Succeed in destroying this demon, all those who he's bitten will be freed from the curse. God sent you here to kill me. God sent me here to save you. رقم 9 ويزرينج هايت، فيلم دراما رومانسي سوداوي من إخراج إيميرالد فينل. القصة عن علاقة حب قوية جدا لكنها مدمرة بين كاثرين وهيتكليف اللي اتربى في بيت عيلتها الغنية. بعد وفاة والدها كاثرين بتختار تتجوز واحد غني عشان المكانة الاجتماعية، وبتسيب هيتكليف وده بيكسر قلبه، فبيهرب ويرجع بعد كده غني عشان ينتقم ويدمر عيلتها وعيلة جوزها. الفيلم قصة حب سوداوية بين روحين مربوطين ببعض بشكل مدمر، لكن المجتمع بيقف بينهم، وده بيؤدي لشغف وقسوة وألم بيأثر حتى على الجيل اللي بعدهم. Heathcliff, if you were rich. Catherine, let us both be damned. رقم 8 كريم 7، القصة بترجع سيدني تاني للكابوس لما قاتل جديد بيستهدف بنتها في المدينة الهادية اللي بدأت فيها حياة جديدة، وده بيجبرها تواجه ماضيها المرعب من جديد، وبتدخل في دوامة دم عشان تحمي عيلتها وتنهي السلسلة دي للأبد. الفيلم بيرجع شخصيات قديمة زي جيل ويزرز ودوي رايلي مع طبعا الشخصيات الجديدة، وبيكشف مؤامرة كبيرة مرتبطة بتاريخ جوست فيس وأسرار مدفونة من زمان، وكمان في تلميحات لرجوع قتلة قدام. الفيلم معمول كتحية للسلسلة ونهاية قوية ومؤثرة ليها. رقم 7 تويستد، فيلم رعب وتشويق من إخراج دارين لين بوسمان. القصة عن 2 شباب نصابين بيأجروا شقق في نيويورك مش بتاعتهم، لكن الدنيا بتتقلب عليهم لما بيقابلوا راجل غامض وخطير بيقلب اللعب عليهم، وبيلاقوا نفسهم في كابوس مرعب فيه دكتور عنده خطط مظلمة. الفيلم مليان توتر وحبس وتعذيب نفسي وجسدي وصراع عشان ينجوا بحياتهم. It was the worst of times. Now going direct. You look worried. What do you need with me? Oh, come on. Don't tell me you're still renting out that pile of bricks.
رقم 6 هيل فاير، فيلم أكشن وتشويق من إخراج إسحاق فلورنتين. القصة عن جندي سابق غامض ومطارد من ماضيه، بيوصل لمدينة صغيرة مهمشة في الجنوب اسمها روندو، وبيلاقيها واقعة تحت سيطرة عصابة إجرامية ورئيس شرطة فاسد. بعد ما بيشوف الظلم واللي بيحصل للناس الأبرياء، بيقرر يفتح حرب لوحده ضد الكل، حرب هدفها العدالة والتكفير عن ماضيه حتى لو المدينة كلها هتتدمر. الفيلم بيتكلم عن العدالة ومحاربة الفساد، وبيمزج بين أجواء الويسترن القديمة والأكشن الحديث. قصة تقيلة عن الانتقام والخلاص. This is your answer to my prayer. Just what kind of angel did you send? رقم 5 ذا هانتسمان، فيلم غموض واكشن من اخراج كايل هاريس. القصه عن ممرض شغال في العنايه المركزه، بيقرر يساعد مريض في غيبوبه، لكن المشكله ان المريض ده هو المشتبه الرئيسي في قتل 6 ستات بطريقه وحشيه. زوجة المتهم رافضه تصدق انه القاتل، والتحقيق بيتعقد مع الوقت، وظابط بيحاول يحل اللغز قبل ما ضحايا جديده تظهر. الفيلم بيخليك تشك في كل شخص وكل حاجه، والرعب الحقيقي فيه مش في الدم، الرعب الحقيقي في الحقيقه اللي مستخبيه. What are you doing? My job. Your job. Yeah. 6 dead women. Sam Miller is the huntsman, and you need to back him. Yeah, and when you're wrong? رقم 4 سايكو كيلر، فيلم أكشن ورعب وتشويق من إخراج جافين بولون. القصة عن ضابط شرطة اسمها جين أرشر، بتسعى عشان تنتقم من قاتل متسلسل معروف باسم ساتانيك سلاشر أو السفاح الشيطان، بعد ما قتل جوزها اللي كان ضابط. ومع الوقت بتدخل أكتر في عالم القاتل المظلم، وبتواجه جنونه وخططه المرعبة، وده بيحطها في خطر أكبر مع كل خطوة. الفيلم بيحصل في قلب أمريكا، وبيوضح قد إيه البطلة قوية وهي داخلة رحلة جنون حرفيا عشان تاخد حقها. Replay what happened. The outcome is inescapable. رقم 3 كولد ستورج، الفيلم فيه مزيج ما بين الرعب والاكشن والكوميديا السوداء من اخراج جوني كامبل. القصه عن 2 شغالين في مخزن، المبنى ده معمول فوق قاعده عسكريه قديمه، وفجاه بيتسرب فطر خطير جدا. الفطر ده بيعدي الناس وبيتحكم فيهم وبيفجر اجسامهم وبيحول المكان لكابوس حقيقي. الاتنين بيضطروا يتعاونوا مع واحد خبير في الارهاب البيولوجي عشان يوقفوا الكارثه قبل ما الموضوع يوصل لنهايه البشريه. الفيلم بيقدم فكره غريبه وممتعه، وبيمزج بين الرعب والكوميديا بشكل مختلف عن افلام الزومبي التقليديه. This place was military storage back in the day. You want to open it? No, I'm good. رقم 2 ذا بلاف، فيلم أكشن وتشويق من إخراج فرانك فلاورز. القصة عن أورسولا اللي بتقدم شخصيتها بريانكا تشوبرا، قرصانة سابقة عايشة بهدوء في الكاريبي في القرن ال19، لكن ماضيها بيرجع بشكل عنيف لما الكابتن القديم بتاعها بيقرر ينتقم منها، وده بيجبرها تستخدم مهاراتها القاتلة عشان تحمي عيلتها في معركة بقاء مليانة أكشن. الفيلم فيه معارك سيوف جامدة جدا وخطط ذكية وخناقات قوية، وبيتكلم عن الأمومة والخيانة واسترجاع الهوية الحقيقية. No one leaves the soil until I collect my property. Why did you betray me? You think I would just let you slip away? رقم 1 كرايم 101، فيلم جريمة وتشويق من إخراج بارت ليتون. القصة عن مايك ديفيز، حرامي محترف بيخطط لأكبر عملية سرقة في حياته، لكن حياته بتتقابل مع واحدة شغالة في التأمين، وبتدخل العالم بتاعه عشان تهرب من مشاكلها، وفي نفس الوقت في ضابط مصمم يقبض عليه وبيقرب منه جدا. اللعبة بتتحول لصراع قط وفار عالي الخطورة. الفيلم بيكشف ازاي حياتهم كلها بتتشابك حوالين سرقة بملايين، وبيجبرهم يواجهوا اختياراتهم، ومفيش رجوع في أي قرار. He hits jewels, cash, and high-value items. He knows exactly what they're transporting when. There's no DNA. He's in and out in seconds. Your guy's untraceable. ودي كانت نهاية الفيديو. قولي في الكومنتات هتبدأ بأنهي فيلم، وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن ترشيحات الأفلام والمسلسلات. أشوفكم على خير.